عبيدة جاهد بالسنن إن كنت صادقا، أعظم من الجهاد بالسيوف. يا أبا عبيدة إن كنت جاهلا فتعلم. رسالة لك، جاهد بالسنن، جاهد بالسنن. جاهد بالسكوت، جاهد بالسكوت يا لكع ابن لكع، جاهد بالصمت، جاهد بالصمت. رأيت الكلام يزين الفتى والصمت خير لمن قد فهم. من حصاد الأربعين أيها السادة أن الهداية عزيزة، الهداية مكتسب عزيز. لذلك أكثر سؤال تردده كل يوم: اهدنا الصراط المستقيم. ومن عز الهداية أن بعض البدهيات قد تغيب على من كبرت لحيته واستدارت عمامته، فسلوا الله تعالى الهداية. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. إننا نسأل الله تعالى الهداية في كل صلاة، ونسأله الهداية في السجود. وكان سيدي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل بسؤال الله تعالى الهداية: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. ويختم صلاته بالليل قائلا: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. وقبل ذلك قال صلى الله عليه وسلم: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وقال صلى الله عليه وسلم: يا علي قل اللهم اهدني وسددني، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فسلوا الله الهداية. من فروع هذا الحصاد أن الهداية عزيزة. من حصاد الأربعين أن الصمت أيضا ستر رقيق يضفيه الله تبارك وتعالى على مريضات العقول وعلى سيئات الأفهام التي أبت إلا أن تتعرى. ليتها طفقت تخصف من ورق الصمت ما يستر عورتها ويواري سوءتها، ولا الصمت خير من كلام بمأثم، فكن صامتا تسلم وإن قلت فاعدلي. لذلك من هنا أقول: يا لكع يا ابن لكع، جاهد بالسكوت، جاهد بالسكوت. يا لكع ابن لكع، جاهد بالصمت، جاهد بالصمت. رأيت الكلام يزين الفتى والصمت خير لمن قد فهم. فكم من حروف تجر الحتوف ومن ناطق ود لو سكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال أبو بكر رضي الله عنه: هذا الذي أوردني الموارد وأمسك بلسانه. ليس شيء أحق بطول سجن من لسان. قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ليت بعض الناعقين ليتهم سكتوا فستروا ما في بطونهم من الغل والحقد على بعض الناس. الخلاف المنهجي مع بعض المسلمين لا يبيح لك أن تصطف مع الآخرين الذين يقتلونهم، لا يحق لك أن تنتقدهم في هذا الموطن الذي هو ليس موطنا للانتقاد. والصمت أجمل بالفتى من منطق في غير حينه، كل امرئ في نفسه أعلى وأشرف من قرينه. رحم الله امرأ تكلم فغنم أو سكت فسلم. فجاهد بالسكوت، جاهد بالسكوت. ولولا هرتقة لا تجوز ما رد الحسيني على الأرجوز.